بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تعالوا انا اقول لك على وصفة بتاعت الكشري الاسكندراني. شوية رز، شوية عدس، وشوية شعرية. هتعملي احلى غدا اقتصادي من غير لا لحمة ولا فراخ. هما الثلاث مكونات دول: عدس احمر وشوية رز وشوية شعرية. يلا تعالي وانا اقول لك هنعمل بهم ايه. حطينا حلة على النار، نزلنا بشوية زيت. بعد ما الزيت يسخن هننزل بالشعرية، هنحمر الشعرية. اول بقلب في الشعرية زي ما انتم شايفين عبال ما الشعرية تحمر. كنت غسلت الرز على العدس، غسلتهم وارجع للشعرية بقى اشوفها اتحمرت ولا ايه. خلاص كده الشعرية اتحمرت، هنزل عليها بالرز على العدس. قلبت العدس مع الشعرية مع الرز. هنزل عليهم بمرقة دجاج على شوية ملح. وبعدين انزل عليهم بقى بالمية. كده غطيت الرز، هسيبه بقى لحد ما يستوي خالص. وهنا بقى نزلت بمعلقه سمنه، هبحرك فيها البيض. الكشري الاسكندراني ده بيتعمل جنبه على طول بيض مدخن. نشوح البيض كده لحد ما يتحمر، بعد كده طلعه. وهنا طلعت البيض بعد ما اخد لون ذهبي، نزلت عليه شويه فلفل اصفر. الوقت اللي كنت بحمر فيه وهنا كنت جهزت البتنجان وقليته. قليت شويه بتنجان وقطعت عليهم طماطمتين ونزلت عليهم بالخلطه. الخلطه دي عباره عن معلقتين صلصه، على قرن شطه، توم، عليهم عصرة ليمون، ومعلقة خل. جهزت طبق البتنجان، احلى طبق بتنجان مخلل. بقى كان الرز على عدس اتشرب، نزلت عليهم بمعلقة سمنة. في كتير بيعملوا الوصفات دي، وصفة العدس اللي هو الاسكندراني دي، لان وصفة تعتبر اقتصادية ورخيصة. وهنا بقى كان الرز استوى خالص ومفلفل وجميل. هنغرف بقى. وهنا بقى كنت جهزت كل حاجة وخلصت الأكلة الاقتصادية بتاعتنا.
شوفوا الجمال. طبق رز على عدس اصفر وجنبه شويه بتنجان مخللين. ما شاء الله اللهم بارك. الاكل اهو جميل وتحفه واقتصادي وعلى قد الايد. ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناه عشان تنزل لكم كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.